كوكو سلام، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الكوموند ديال اليوم اللي هي غريبه ديال الزنجلان والكوك وغريبه ديال السميده والكوك بطريقه اللي سهله وبسيطه. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تبخلوش عليا باشتراكاتكم ولا لايكات ديالكم باش هكذا نزيد نحط لكم وصفات جداد. نخليكم مع المكونات. اول حاجه غادي نبدا بها اللي هي غريبه ديال الزنجلان والكوك اللي غادي نحتاج فيها 250 غرام ديال الزبده. غنحتاج كاس ونصف ديال السكر. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف كيس ديال السكر الفاني وغادي نحاول نمعك هاد الزبده مزيان مع السكر حتى يذوبوا مزيان كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. بالنسبه للزبده من الافضل تكون بدرجه حراره المطبخ حيت دابا شويه كاين البرد فغادي تمعكوها بصعوبه. من بعد غادي نضيف عليهم 2 كيسان ديال زيت نباتيه وغادي نعاود نخلط المكونات باليد. ضروري انكم تستخدموا اليد ديالكم باش تعرفوا القوام ديال العجين كيفاش داير. من بعد ما خلطت المكونات غادي نضيف كاس ديال الكوك وكاس ديال الزنجلان اللي يكون محمر صافي وغادي نعاود نخلط المكونات بهذه الطريقه اللي كتشاهدوها في الفيديو. ودابا غادي نضيف الدقيق كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للكميه ديال الدقيق راه كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. انا تقريبا هنا ضفت نص كيلو وضفت عليه 3 ديال الخمارات. بالنسبه للخمارات ما تنقصوا ما تزيدوا حيت الخمارات هما اللي كيخليو البهله ديالنا انها تجي مشققه. بالنسبه للقوام ديال العجين ما يكونش كيلتصق في اليد. صافي يعني باش تعرفوا ان العجين راه ناجح تكون البهله ديالكم كتشكل بسهوله. هنا الصراحه نسيت ما صورتش معكم فاش كنت كنشكل فيها. دابا دزت الحلوه الاخرى اللي غنحتاج فيها 3 ديال البيضات. هاد الحلوه هذه اللي هي البهله ديال السميده والكوك. هنا ضفت عليها 2 كيسان ديال زيت نباتيه. فقط تبعوا هاد المكونات وغادي تنجح معكم. هنا ضفت كاس ونصف ديال السكر حيت غادي تجي حلوه بزاف الا ضفت 2 ديال الكيسان. ضفت هنا 2 معالق ديال العسل وضفت هنا واحد القبصه ديال الملح وهنا ضفت القشور ديال الحامض كيبقاو اختياريين. الا بغيتو تعوضوهم بكيس ديال الفاني بغيتو تعوضوهم بقشور ديال الليمون ولكن من الافضل يا اما القشور ديال الليمون ولا نكهه الليمون ولا قشور الحامض وحتى النكهه ديال الحامض. صافي غادي نخلط المكونات ديالي بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهاد الغريبه فما فيهاش شي حاجه اللي كثيره. مكونات بسيطه وكتجي صراحه كتجي لذيذه يعني تستاهل بزاف انك تجربيها. صافي هنايا ضفت الكوك. هنا عندي 4 ديال الكوك. من الافضل انكم تضيفوه هو الاول قبل ما تضيفوا السميده. واحد الملاحظه بالنسبه للكوك من الافضل انه يكون ميدم حيت الا ما ضفتوش ميدم فالحلوه ديالكم ما غادي تجي ناجحه. انا كنأكد على هاد الملاحظه هذه. ضروري من ان الكوك ديالكم يكون ميدم مزيان ما يكونش ناشف. صافي من بعد هنا ما خلطت غادي نضيف السميده كيف ما كتشاهدوا. وبالنسبه للقوام ديال العجين فمن الافضل ما تقصحوش يعني خليوه رطيطه كيلتصق في اليد. صافي هنا ضفت واحد الكيس ديال الخميره. عندكم تضيفوا اكثر فقط كيس واحد راه كافي. وصافي غادي نخلط المكونات بهذه الطريقه هذه. صافي هنا من بعد ما خلطت العجين كيف ما كتشوفوا الا لتصق لكم في اليد ديالكم دهنوها غير بشويه ديال الماء صافي وتقدروا تشكلوا العجين ديالكم وانتم مرتاحين. صافي من بعد هنا غادي نكورها بهذا الشكل وغادي نضيفها في السكر كلاصي اللي يكون حتى هو زعما يكون من نوعيه جيده. صافي هنا غادي نشكل الغريبه ديالي بهذا الشكل هذا وغادي ندخلها للفران طيب. في الاخير غادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل ديالها. واخيرا من بعد ما طابت الغريبه والبهله صافي هنا ضفتهم في هاد الكرتونه هذه هي اللي كنضيف فيها لي كوموند ديالي. هنا كنستفها بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا حيت الكليانه ديالي بغاتهم دابا.
صراحة كتجي رائعة البهلة كيما كتشوفوا، كتجي مشققة. بالنسبة للطريقة كيفاش أنها تجي مشققة، كتدخلوها الفران ديال الغاز من التحت حتى كتشقق وانتم ناقصين عليها، عاد باش كتدخلوها الفران من الفوق وكتحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. هذه غريبة ديال السميدة وديال الكوك، حتى هي كتجي رائعة وكتجي هشيشة بزاف. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيفاش جاتكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بجوج. كنتمنى انه يعجبكم، والى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باشتراكاتكم والى لايكات ديالكم باش هكذا نزيد نحط لكم وصفات وفيديوهات جداد. ودابا غادي نقول لكم السلام عليكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.